أهلا بشهر الخير، أهلا رمضان، ومرحبا بشهر الصيام والقرآن. في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان، فينبغي لك يا عبد الله أن تري الله من نفسك خيرا بالمسابقة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات، كقراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل وطلب الاستفادة، وكالاكثار من الصلوات ليلا ونهارا، وكالاكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والاكثار من الصدقات على الفقراء والمحاويج، وصلة الرحم، وبر الوالدين، وعيادة المرضى، والاكثار من الدعاء في ليلك ونهارك، ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل وآخر الصلاة ووقت السجود وبين الأذان والإقامة وفي يوم الجمعة. هذه أوقات عظيمة ترجى فيها إجابة الدعاء، فينبغي لك أن تكثر من الدعاء والاستغفار في هذا الشهر العظيم، وأن تري الله من نفسك خيرا في المسابقة والمسارعة إلى الطاعات. ثم إن الشهر الكريم لا يمر عليك في السنة إلا مرة، لا تدري هل تدركه في السنة الآتية أم تموت قبل ذلك، فأنت حقيق بأن تجتهد فيه، وأن تسارع إلى كل ما يقربك إلى الله عز وجل، وأن تجتهد في أسباب النجاة وأسباب مغفرة الذنوب وحط الخطايا، فإنك لا تدري هل تدركه بعد ذلك أم لا. ويستحب للمسلمين أن يقوموا ليالي رمضان كما قامه النبي عليه الصلاة والسلام، قامه أصحابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الأفضل في رمضان وفي غيره، أن تكون التراويح 11 ركعة يسلم بكل 2، يقرأ فيها قراءة مرتلة واضحة بينة بالتخشع، ويركع ويسجد بطمأنينة وخشوع، ولا يعجل في صلاته ولا ينقرها. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة فيها الطمأنينة وفيها حضور القلب وفيها الخشوع وفيها ترتيل وقراءة، بخلاف ما يفعله بعض الناس في صلاة التراويح، فإنه يعجل فيها كثيرا وينقرها، وربما صلىها صلاة لا تقبل ولا تصح. ثم أمر آخر، وهو أن الواجب على المؤمن في صيامه أن يجتهد في حفظه مما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يصونه عن معاصي الله عز وجل، فلا يغتاب الناس ولا ينم عليهم ولا يتعاطى شيء من محارم الله عز وجل، بل يكون في ذلك مجتهدا في كل ما أوجب الله، محافظا على الصلاة في الجماعة، مكثرا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، مكثرا من الاستغفار والدعاء، مبتعدا عن كل ما حرم الله عز وجل، حتى لا يبطل صومه وحتى لا ينقص أجره. وإياك والتساهل بأمر الله، وإياك والإقدام على محارم الله، فإن هذا من أسباب غضب الله عليه، ومن أسباب ذهاب الكثير من أجورك وذهاب الكثير من حسناتك. فاتق الله يا عبد الله، واحفظ صيامك، وصله مما حرم الله، وأكثر فيه من طاعة الله، وسل ربك القبول والتوفيق، فإنه سبحانه يحب أن يسأل ويحب أن يدعى جل وعلا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.